السلام عليكم. النهارده هنحل 2 بروبلمز، اول واحده جامب جيم والتانيه جامب جيم 2، في كمان جامب جيم 3 وفي 4، بس هنركز النهارده على 1 و 2 لانهم قريبين من بعض. مش عارف الصراحه ليه 2 خلوها رقم 45 و1 55، بس ما علينا. هنبدا الاول بجامب جيم 1 لان هي اول فيرجن، فمنطقي نبدا بها الاول، بعد كده هنروح ل 2. فون بيقول لنا you are given an integer array nums. You are initially positioned at the array's first index and each element in the array represents your maximum jump length at that position. Return true if you can reach the last index or false otherwise. عند كل index او كل item بيمثل الماكسيمم جمب اللي انا اقدر اعملها، فهو عايزنا نشوف ابتداء من اول اندكس اقدر اوصل للاخر ولا لا. يعني مثلا هنا عندي 2 3 1 1 4، الاوتبوت هيكون بترو. ليه؟ لان انا عندي هنا دي ب2، فالماكس بتاعي ب2، يعني اقدر انط يا لهنا يا لهنا. فافتراضا لو انا نطيت لهنا بعد كده دي 3، يعني اقدر انط لهنا او هنا او هنا، ده الماكس بتاعي. فلو انا من البدايه نطيت نطه واحده لهنا بعد كده الماكس لغايه هنا هوصل للاخر، فكده اقدر اوصل للاخر بالفعل فهيديني ترو. طب هنا بفولس. ليه؟ لو انا خدت الماكس هنا هوصل لهنا ودي ما عندهاش اي جامبس. طيب لو خدت نطه واحده هروح لهنا، لو خدت الماكس بتاعي هوصل لهنا، مش هينفع. طب لو خدت من هنا لهنا هوصل لهنا برضه، فكل دول هيوصلوني لهنا ودي مش هتوصلني للاخر، فبالتالي هيبقى ايا كان عدد الجامبس اللي انا هعملها في الليميت المتاح ليا مش هقدر اوصل للاخر. والنمز اوف لينث ما بين الواحد و10 اس 4، والفاليو بتاعت الجامبس نفسها ما بين الزيرو وال10 اس 5. بروبلم زي دي هنحلها ازاي؟ هي الديفيكولتي بتاعتها ميديوم لكن هي سهله خالص. في بروبلم زي دي احنا عارفين ان المفروض بدايتنا في بروبلم زي دي احنا المفروض عارفين ان دي النهايه 100%، المفروض دي نهايتنا. طيب البدايه هي هنا فعلا، بس انا ما اعرفش الخطوه اللي بعدها تكون لفين. ممكن الخطوه اللي بعدها هنا او هنا، طب في دي الخطوه اللي بعدها ممكن تكون هنا او هنا او هنا. فلو انا بدات من الشمال لليمين مش هتظبط معايا قوي، لان انا هجرب احتمالات كتير ومش هتبقى اوبتيمال قوي. فالاحسن ان انا اخدها من الاخر وارجعها لورا لغايه لما اوصل لاول اندكس، اشوف هعرف اوصل له ولا لا. فعشان كده هنا انا واخد الجول بتاعي nums of length minus 1، ده الجول بتاعي اللي هو اخر اندكس خالص، ده الهدف بتاعي اللي انا عايز اوصل. وهاخد لوب بداية من عند العنصر اللي قبله على طول، والاي اكبر من او تساوي الزيرو والاي ماينس ماينس. ماشي طيب، وهنشوف اف الاي بلس النمز اوف اي اكبر من او تساوي الجول. احنا قلنا كل اليمنت من دول بيمثل الماكسيمم جامب اللي انا اقدر اعملها. لو انا جمعت الاندكس زائد القيمه اللي عنده وطلعت قيمه اكبر من او تساوي الجول، فده معناها ان الفاليو دي هتوصلني للجول. انا مش لازم اخد في كل مره الماكس، يعني مثلا لو دي 5 مش بالضروره اخدها كلها، اخد منها القيمه اللي توصلني لهنا. يعني دي ب5 مش لازم اخد ال5 كلها مره واحده، ممكن اخدها 4، ممكن اخدها 3 عادي. كون ان كل اليمنت بالماكسيمم جامب لينث مش معناه ان لازم اخد الفاليو دي كلها، ياخد الفاليو دي يا قيمه اقل منها على حسب ايه اللي هيوصلني للاخر. فهنا بدل ما اجرب كل القيم اشوف الجامب دي هتوصلني للجول او اكبر منه ولا لا. لو هتوصلني فعلا كده او الكونديشن دي اتحققت، هخلي الجول الجديد بتاعي لان خلاص ما دام انا لقيت عندي اندكس فاليد تمام، يبقى ده الجول الجديد بتاعي. واجرب بعدها كذا جول تاني. انا كل شويه هصغر الجول بتاعي، بدل ما يبقى ده الجول انا لقيت ده مثلا هيوصلني له فيبقى ده الجول الجديد، بعد كده لقيت ده مثلا هيوصلني لده يبقى ده الجول الجديد، بعد كده لقيت ده هيوصلني لده يبقى ده الجول الجديد، وهكذا. كل شويه هقلل الجول لغايه لما يوصل للزيرو. لو ساوى الزيرو فارجع له ترو، ما سواهوش رجعه لفولس. عشان كده احنا في الاخر هنرجع جول ايكوال الزيرو. انا لو الجول عندي في الاخر بقى بزيرو فده معناه ان خلاص هقدر اوصل للاخر. دي مثلا لو لقيت عندي ده الجول في البدايه وده الاليمنت اللي قبله، الاي زائد النمز اوف اي مش اكبر من او تساوي الجول اللي هي الكونديشن اللي احنا حطيناها هنا، فبالتالي الجول الجديد مش هيبقى بالاي. فهجرب على الاليمنت اللي قبله نفس الكلام مش هيبقى بالجول، وهكذا. افضل اجرب لغايه ما في الاخر هيطلع معايا الجول بقيمه مش بزيرو، فبالتالي هرجع له فولس، وده اللي احنا عايزينه. ما دام الجول ما وصلش للزيرو فده معناه ان انا ما اقدرش اوصل للنهايه. هو ده اللوجيك بتاع الالجوريثم كلها، بسيط ما فيهوش حاجه. ممكن نجرب نعمل سبميت بيتس 100% اهو، مفيش اي مشكله. طب نجرب الثانيه جامب جيم 2. بيقول لي you are given a zero indexed array of integers
nums of length n you are initially positioned at index of 0 و each element nums of I represents the maximum length of a forward jump from index I. In other words, if you are at index I you can jump to any index I plus ال J where ال J ما بين الزيرو والنمز اوف I وال I plus ال J أقل من ال N. هو هنا شرح نفس القواعد دي بس بطريقة أحسن. هو واخد عشان دي بروبلم 45 بس دي بروبلم 55 فيعني دي اللي جاي الأول فمشروحها أحسن شوية، لكن دي عشان جت بعدين فشرحها مختصر شوية. المفروض كان الشرح يكون العكس بس ما علينا. بيقول لي return the minimum number of jumps to reach index n-1. The test cases are generated such that you can reach index n-1. هنا هو مش عايز اشوف هل هقدر اوصل للاخر ولا لا، هو عايزني اشوف اقل عدد من الجامبس يوصلني للاخر. هنا مثلا في الحاله دي لما شفنا في البروبلم اللي فاتت اللوجيك بتاعي كان بيقول لي ايه، ده هيوصلني لده وده هيوصلني لده وده هيوصلني لده وده هيوصلني لده. فانا خدت ده 1 2 3 4 جامبس، فده اكيد مش المينيموم، ده الماكسيموم كده. المينيموم هيكون 2 لان انا هاخد جامب من هنا لهنا ومن هنا للاخر على طول. فهو عايز هنا ما نقولوش هنقدر نوصل للاخر ولا لا نقول له اقل عدد من الجامبس يوصلنا للاخر. هنا مثلا هيكون 2 وهنا برضه هيكون 2، يعتبر نفس الكلام لان لو خدت جامب من هنا لهنا والجامب من هنا للاخر على طول هيبقى تمام. احنا ماشيين بنفس القواعد لكن المطلوب مختلف. حلها هيكون عامل ازاي؟ انا كنت في الاول حللها بحاجه فيها ريكيرجن شويه وفيها يعتبر سنه شبه اللوجيك اللي كنت ماشي بيه في هنا، ان كنت معرف في الاول هو طالب مني الجامبس، فانا هقول له الجامبس بتساوي 0 وعشان هنا في ريكيرجن فكنت معرف فانكشن اسمها كاونت جامبس ومديها الجول، واف الجول ايكوال 0 ريتيرن. ده معناه ان انا وصلت للاول زي ما كنت عامل هنا بس حطيتها هنا كبيس كيس وعملت let current max بتساوي 0 وعملت لوب برضو من قبل الجول على طول، واف الاي بلس النمز اوف اي اكبر من او تساوي الجول، الكرنت ماكس هتساوي الاي، هقول له الكرنت ماكس بتاعي هيساوي الاي اللي انا عندها وبعدها كاونت جامبس بالكرنت ماكس ده هيكون الجول الجديد والجامبس بلس وكاونت الجامبس هديلها نمز اوف نمز دوت لينث -1 وارجع في الاخر الجامبس. انا بديها اول جول هبدا من عنده اللي هو من الاخر خالص. اللوجيك بتاع دي هو صح ولكن مشكلته انه بطيء. لو جينا نبص كده الران تايم بتاعه 20 ملي ثانيه واسرع حاجه هنا 2 ملي ثانيه، فهنشوف ايه الفرق ما بين اللوجيك ده واللوجيك ده. هو طبعا اول فرق ان دي مستخدمه ريكيرجن فده بياخد وقت لوحده، بس هنا اللوجيك بتاعي ماشي ازاي؟ هعرف في الاول الجامبس اللي انا هرجعها في الاخر، ده عدد الجامبس اللي انا عايز احسبه، وهعرف متغيرين، واحد اسمه farthest واحد اسمه الكرنت اند. الفاردست ده اقصى مكان اقدر اوصل له من البوزيشن الحالي بتاعي، والكرنت اند ده حاليا الاند اللي انا المفروض اوصل له من الحسابات اللي انا عاملها هنا. يعني ايه؟ لو مشينا في اللوب هنفهمها اكتر. احنا هنلوب من الزيرو للنمز دوت لينث -1 مش النمز دوت لينث بس، لان احنا كل شويه هنجمع الاي زائد النمز اوف اي، لو وصلنا للاخر خالص هتدينا اوت اوف باوند او مش هتدينا اوت اوف باوندز، الحل مش هيكون مظبوط. يعني منطقيا انا مش عايز اخليه يوصل للاخر لانه هيعمل وقتها حسابات على اساس ان في حاجه بعد الاخر، لكن لا، هو ده الجول بتاعي فمش هحسب حاجه فيما بعد. يعني بعد الفاردست في كل مره هقول انه بيساوي الماكس ما بين الفاردست والاي زائد النمز اوف اي. الفاردست في كل مره هنشوف مين الاكبر، قيمته الحاليه ولا الجامب اللي انا هقدر اعملها من الاندكس اللي انا عنده. ايا كان فيهم الماكس هنحطه بقيمه الفاردست الجديده، وهنقول في كونديشن اف الاندكس اللي انا عنده ايكوال الكرنت اند. لو انا وصلت للكرنت اند حاليا الماكس اند اللي انا ممكن اوصل لها اعمل جامبس بلس والكرنت اند قيمتها الجديده هتبقى بالفاردست. لو احنا مشينا على مثال زي ده بالالجوريثم دي احنا هنبدا من الاول من عند الزيرو، هيبقى الفاردست بزيرو والكرنت اند بزيرو. الفاردست هيساوي الماكس ما بين الفاردست اللي هو بزيرو فكده كده مش هيطلع الماكس، والاي بلس النمز اوف اي. النمز اوف اي هنا ب2 والاي بزيرو هيبقى الفاردست الجديد ب2. اف الاي ايكوال الكرنت اند ده بالفعل لان الاي بزيرو والكرنت اند قيمتها اللي ابتدائيه بزيرو، فهنزود على الجامبس 1 والكرنت اند هتساوي الفاردست. يعني الكرنت اند حاليا قيمتها هتساوي 2، دي قيمتها الجديده. اللوب اللي بعدها الفاردست حاليا ب2، هنشوف الفاردست والاي بلس النمز اوف اي مين الاكبر. الفاردست ب2 والاي 1 زائد نمز اوف اي ب3 يبقى التوتال بتاعهم ب4، يبقى 2 و4
مين الماكس فيهم؟ الاربعه. الفاردست تبقى باربعه. هل الاي وصلت للكرنت اند؟ لا، فاعمل سكيب. الفاردست هتساوي الفاردست زائد الفاردست هتساوي الماكس ما بين الفاردست والاي زائد النمز اوف اي. الاي هنا ب2 والنمز اوف اي ب1 فهتديني 3. هل هي اكبر من الاربعه؟ لا، فالفاردست هتفضل ب4. هل انا وصلت هنا للكرنت اند؟ لان الاي ب2 والكرنت اند زي ما حسبناها من شويه ب2. انا وصلت كده للكرنت اند بتاعي، فهزود على الجمبس بلس بلس، والكرنت اند هتساوي الفاردست الجديد. الكرنت اند هتساوي الفاردست اللي انا كنت حاسبها لحد دلوقتي اللي هي بكام؟ ب4. وهكذا اللوجيك هيحسب بعضه، وهنلاقي في الاخر ان طلع لنا عدد الجمبس المينيمم اللي يوصلني من البدايه للاخر. نجرب كده نعمل سبميت. 2 مللي سكند اهو، ده احسن بكتير من الحل ده. ممكن هو صحيح اقل منه واسرع منه في الحجم يعني، بس ممكن الفكره نفسها ما تكونش واضحه قوي، ولكن لو جربته بكذا مثال هتوضح اكتر. بس كده، شكرا.